الله وبركاته. الدائرة الخامسة عليها 1000 علامة استفهام. هل تم الفرز بطريقة نزيهة أم أن كان هناك كلام آخر؟ لقد قال عادل حسن، السيد عادل حسن المرشح فئات عمال رمز التمساح عن الدائرة الخامسة بأنه قال أنه يتحدى أي مرشح أن يأتي بتفريدة بعدد أصوات الناخبين، ولكن هل هذا حدث بالفعل؟ وقال أن أحد القضاة قد أتى بابنه معه جهاز الكمبيوتر المحمول اللابتوب، وكان هو من يعد الأصوات. وقال أن نظام الانتخابات أو نظام إحصاء الأصوات يتم وفق رؤية الموظفين اللي كانوا موجودين في اللجنة أثناء عملية التصويت، وكل حسب أهواءه. هل سيتم الانتخاب في هذه إعادة الانتخابات الفردي على مستوى الدائرة الخامسة بنفس الطريقة؟ ومن الطرف أن أسأله السيد عادل حسن، إذا تمت هذه الخروقات فما العمل؟ فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، وإليكم المقابلة التي أجريتها معه السيد علي أحمد. كمل وكنت دي لك مشاهد مونتاج، كانت تعلم مونتاج اتعلمناها في السينما. المفروض عندي دارس عادي جاي عشان تعبرت روحنا وترجع ماشي. فطبعا الكلام ده كان الساعة 2 الظهر، فالقاضي تفضل مشكورا ان هو رفع جاء الحكم اخر الجلسة. فاحنا مستنيين طبعا لما الجلسة تترفع هنا في طبعا قضايا ثانية، وفضلنا قاعدين من الساعة 2 لغاية الساعة 5 مفيش اي اخبار، مفيش اي حاجة. فوجئنا الساعة 5 اللي قاعد مع الدكتور محمد عويضة مع بعض كده، فبقول له يا دكتور نسبة الفشل القضية دي كام؟ قال 0%. وشاور يعني معنى كده القضية دي احنا كسبانينها 100%؟ قال وشوفها بالمخاوف. قال ممكن يبقى في تدخلات. يعني تدخلات، ده تدخل من المجلس العسكري لرئيس المحكمة عشان هم متشارك كبير وفاهم القصة ماشي. فممكن يتدخل يعني يقول حياة انتخابات في دايرة يعني بتكلف الدولة ملايين، فنخش في حوارات ومتاهات. فبدأنا نعمل شد درقات كده في الجلسة، إذا حصل كذا إذا حصل كذا إذا حصل كذا. فوجئنا خلال ربع ساعة كان الحكم طالع لنا. ربع ساعة بالضبط كان الحكم طالع، والقضية الوحيدة اللي اتحكم فيها القضية الوحيدة القضية الوحيدة اللي اتحكم فيها اللي هي الخامسة، الدائرة الخامسة في الحسنية، والحكم فيها برفض الطاعة المقدم من حزب الحرية والعدالة. الدائرة الثانية ومقرها بالبيت تم التأجيل إلى 31/12 ما اتحكمش فيها. كان في قضايا كثيرة موجودة في نفس اليوم، حتى في قضية تخص رام لكح وهذا دي كلها تأجل. هي المكان الوحيد او القضية الوحيدة اللي اتحكم فيها هي القضية بتاعتنا وصدر فيها حكم، وجميع القضايا في اليوم ده اتأجلت. جبنا الحكم وجينا عشان نقعد مع بعض
ونتفق مع بعض، لان احنا مرتبين مع بعض ان احنا كلنا هنجتمع مع بعض. صوت يا جماعه، صوت يا جماعه، ماشي، صوت يا جماعه. هنجتمع مع بعض وعشان نطلع فرد فئات وفرد عمال من المركزين، وكلنا بلا استثناء ندعم من الناس دي. اي كان الاثنين هيرجع عليهم الرأس. فطبعا احنا جايين من طالعين من القاهره ومعانا الحكم، فبنتصل بالناس. الحمد لله كتبنا القضيه، الحمد لله مش عارف ايه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لغايه لما جينا عشان نقعد مع بعض ونجتمع مع بعض ونقول للناس يلا ننفذ الوعد والكلام اللي احنا قلناه. عملنا اجتماع كمعونات، وعملنا اجتماع في نادي ضباط القوات المسلحة في الزقازيق، وعملنا اجتماع ثالث في جزيرة حنون او على عبد الحليم، جزيرة على عبد الحليم. فوجئ ان الوضع اتغير. كلام الناس ما قبل الحكم كان كلام معسول وكلام 100 بعد الحكم الوضع تاني خالص. على سبيل المثال، الحمد لله ما بخافش من حد واتكلم بمنتهى الصراحه. لو بدأناها ابتلارات، كان معايا الحاج رضا عبد الجليل اقسم 50 طلاق ان هو اتدمر، 50 طلاق ان هو معاه داخل الانتخابات وما حدش يديني الكرسي الا انت، واقسم بالله لو الانتخابات اتعادت فانا مدعم ليك واقف فيك بكل قوه، لان انت اللي تستاهلها وانت اللي واقف وبتحارب وانت 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 وانت. بعد الانتخابات فوجئت ان هو بيعلن ترشيحه وان هو داخل ويدخلها معاه مختلفه تماما. ماشي، وانا لا اصغر وانا مش عارف. لا ده الحاج رضا عبد الجليل. بالنسبه للحاج احمد الحلواني انا اتصلت بيه، حصل الحوار كالاتي اللي هو قبل الانتخابات، قبل النتيجه، قبل الحكم بقول له يا حاج احمد السلام عليكم اخبارك ايه؟ جاي انا بقيت يومين بايت مع واحد صاحبي ما روحتش البيت. طب ناوي على ايه؟ قال انا اعتزلت السياسه. قلت له يعني ايه اعتزلت السياسه؟ قال انا طلقت السياسه بالثلاثه. شعب جاهل تحكمه حكومه جاهله فما ينفعش. فسألني سؤال انت مترشح ليه؟ قلت له انا مترشح عشان خاطر الناس. قال الناس هي تيجي لينا تقول حاجنا عشان كده بعد كده نطلع نطلب حق الناس. قلت له طب انا هرفع قضيه، ايه رايك؟ قال لي يا عم عادل انا اعتزلت بعد قدام الاستاذ السيد وقدام الاستاذ نصر الله في علي عبد الحليم كان بيتكلم في ايه وبيقول ايه، وهو طالع بيقول لي دي قضيتنا مش هنتخلى عن القضيه بتاعتنا وهنحقق ونقاتل من اجل القضيه دي. الله الله. فلقيت كلام متناقض، ما قبل حاجه وما بعد حاجه. وكل واحد في الاجتماع، والجماعه طبعا حضروا معانا الاجتماع، كل واحد عايز يبقى هو. من ضمنهم استاذ راضي ابو الدهب اللي هو راضي عبد الباقي بعد راجع اتكلم في الكلام، يعني معلش انا اسف، يعني المفروض الكلام مش يقول مرشح انا اكثركم كفاءه. نفس الوقت كلام البدايه قال انا هتختاروني انا معاكم مش هتختاروني انا بره الموضوع ده خالص. ده في الزقازيق لما راح في علي عبد الحليم قال انا بره الموضوع ده، انا جاي متفرد، انا ضيف شرف، انا ضيف شرف. ماشي. فليه؟ قال انا اكثركم كفاءه، انا اصغركم سنا، انا مرشح الشباب، انا اكثر واحد تعب فيكم، قلب ابيض، انا قلب ابيض. انا لفيت اكثر واحد بلف فيكم، انا بقيت الف على الجاي في اليوم 70 كيلو. الناس خدعوني. قلت راح ما انا اسال سؤال مين اللي وقف معاك من الناس؟ مين اللي ما وقفش معاك؟ لا اللي وقف معايا واصر معايا لغايه اخر يوم هو محمد الشبراوي اللي هو بتاع تمام. قلت لي حتى يجي بالليل الاستاذ محمد انسحب وقال انا ما اقدرش،
هتصور معاه تلفزيون؟ قال مش هقدر اصور. محمد الشبراوي الاستاذ رضا قال انا ليا ظروف وجايب كاس دم ومحتاج اروح. قلت له الله انت تروح، انا مقيم هنا لغايه ما اخد القرار. بص انا قاعد، انت يا عم محمد عاوز تمشي؟ جاي يا عماد انا معاك. هو مستمر ولا؟ لا هو مستمر، واخد 3000 صوت. ماشي. المهم من الاسف ماشي. ما فيش حد عمل ايام الامور دي تبقى واضحه. لا ما واضحه لان الناس كلها فاهمه، بس للاسف ان انا حتى اتصلت كان خليت الاستاذ محمد الشبراوي يتصل بالباشمهندس عزت الشوار. تعالى يا باشمهندس احنا رايحين القاهره. قال لهم انا تعبان، انا عندي صداع، انا مش فاضي. ماشي. انا عربيتي مش عارف اتصلح، طب شوف اي عربيه انا من حبايبي من اصحابك. قال مش لاقي حد يجي معايا. فوجئنا بعد كده ان الباشمهندس عز الشباب قال انا معاي ارضيه عريضه وانا معاي ناس وانا معاي ناس. حتى الحوار اللي حصل في الاجتماع الاخير في مصر كان كل واحد يتكلم يقول انا معاي الوحده المحليه بالهيارسه، انا معاي الوحده المحليه بابا شهور، انا معايا بندر كفر الصاج، انا معايا مش عارف ايه، انا معايا ايه. قاعد يتكلموا لغايه ابص ان انا اتكلم، فما لقيتش بلد ارمى عليها وان هي معايا. يجيبوا بتوصل البلاد كلها والزوج كده. والله محمد قال معاه بقى حتى وما كان الا مش موجود في جاي معايا يا حماده حسن. انا في الاول هو كان مش معاكم والله وبعد ما الموضوع مش فيها ده احنا معاك. ماشي. فكل الناس اللي بتقول احنا معانا انا حسيت ان انا غريب عن الدايره ديت، ولسه اول مره انزل. وحتى كان قاعد الاستاذ عبد العزيز ابو لاشين المحامي، بقول الاستاذ عبد العزيز في بلد هم مش بنوها يلي ينفعش اقولها، ما هم في خلاص البلد الدايره كلها. لذلك هم دخلوا في الحسنيه وفي صال الحجر وفي بحر البقر وفي منشيه ابو اعمر والصحيه الجديده، ما سابوش مكان العب فيه. ماشي. فكل المرشحين خاص الموضوع ان كل المرشحين بعد الانتخاب بعد الحكم انفسهم متغيره، وكأن ابو 3000 او 5000 هيمتلك زمام الامور وهيوصل ل 50-60 الف بعد الايه؟ بعد الانتخاب. حتى الاستاذ رامي قال كلمه برضه احنا قاعدين، قال انا معايا 5000 صوت ولكن انا في 40 واحد و40,000 وعدني لو دخلت اعاده. فقلت له يا استاذ رامي الناس بيرضى على الاعاده اللي هي تبقى من الاربعه. قال لا ما دي اعاده ودي اعاده. انا هو حسبها دي اعاده ودي فهو كده. وكل واحد حط دماغه ان هو يعني هينجح وهو مش عارف ايه. بل قلت له كلمه، قلت لهم احنا لو ما اتفقناش هنتفق. لو ما اتفقناش هنتفق. ماشي. انا بس عاوز اقول حاجه، المفروض الناس يبقى عندها وعي سياسي. الناس اللي هم خدوا اقل من 10,000 وانت نازل المفروض ده خلاص موضوعهم منتهي. المفروض هم يتنازلوا، ما تنزلوش. يبقى واجب على الناس الناخبين نفسهم ان هم يحسوا ان لو خطوا اصواتهم الناس دي يبقى ايه؟ حرجوا الايه؟ حرب الدايره، حرب الدايره، دايره شاف الصجر ولا الصجر. لازم تمثل، لازم تمثل، ومش هتمثل الا بالتكاتف. لازم نتكاتف مع بعض، لازم نحس بالخطوره ديت. باقي من الزمن 5 ايام لازم كلنا نحس بيها لان النهارده في صان الحجر فضيت ما فيهاش غير الدكتور عبد العزيز الامام. ماشي. فئات ما فيهاش لا عمال ولا فئات ولا قائد، ده مفهوم خاص. ماشي. الدايره الحسينيه صفوها على 3: مشهور الطحاوي، خالد عبد المولى، وابراهيم سلام. خالد سعد ممكن جاي موجود برضه ايه كسلفي. هم عقب العزم هم اللي بيتكلموا دول بس ولا كل نازل في فرصه لاي حد يخلي الحسينيه والكتب دي. لا ما دي الفرصه ان انت تختار الاصل. انا دايما بقول للناس اختاروا الاصل، اختاروا برنامج انتخابي، اختاروا انسان تأملوا فيه ان هو يجيب لكم حق.
ما الانسان انا مقتنع لو انت ليك حق وعرفت تجيبه هتجيب حق غيرك، اما لو انت بتتهاون في حق هتجيب حق غيرك ازاي؟ الرسالة لمن سندوه ومن أعطيك السلطان. تاني؟ رسالة لمن سندوه ومن أعطيك السلطان. من سندوني؟ لا لمن سندوني انا طبعا بشكرهم جميعا بغض النظر عن النتيجة، ان انا فعلا كل المحيطين بي ناس كلهم محترمين، الناس كلهم بالفعل تعبوا وارهقوا في الفترة اللي فاتت، فده انا طبعا بشكرهم جميعا. بالنسبة اللي دون اصواتهم انا بشكرهم برضو مرة تانية وبقول لهم ان شاء الله الفترة الجاية ديت او الانتخاب الجاي ديت هيبقى الصوت ده مؤثر ومفيد لعادل كشخص، وان شاء الله لو حصل نصيب ونجح هيبقى لنا نجاح لكم وانتم الكل. هل يوجد قابلية في الانتخابات؟ هو في قابلية في دوائر محددة مثلا؟ في اماكن محددة قابلية. وبعدين احنا كنا نأمل ان العهد اللي احنا فيه ده سليم، يكون عهد جديد خالي من الفساد والرشوة والمحسوبية. واختيار فكر مش اختيار اشخاص تبع القبيلة. ماشي، ولكن للأسف اللي احنا شفناه في الانتخابات اللي فاتت سليم هو عصر مبارك. طيب يعني انت دلوقتي كان دكتور بس الجريان الغد، هل انت لك امل في النجاح باذن الله؟ الامل موجود طول ما انا عايش في امل، طول ما في ناس مخلصين معايا وموجودين معايا في امل، عمري ما هفقد الامل. وحتى لو قدر الله ما نجحتش فانا كسبت حب الناس. الله يبارك. بالنسبة احنا شاكرين اللي لك انت دخلت ازاي غير انتخابات تاني، لان الانتخابات كانت شكلها كده ميت، انما عادل حسن احياها من تاني. لا هو مش احياها من تاني، هو بس حبيت ادور على حقي وان انا اوصل، ما احبش حد يضحك عليا وما احبش ان حقي يتهضم وانا عايش، فانا جديد عشان ارجع حقي. فالحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نوصل ان احنا نرجع حقنا، ولاول مرة في التاريخ ولاول مرة تحصل ان يصدر حكم محكمة بعد الانتخابات ويتنفذ. ما يتعمل بعد ان شاء الله فوزك ودخولك البرنامج، وما هو تفكير في الخطوات القادمة. لا هو انا في برنامج انتخابي نازل بيه موجود على الموقع بتاعي. انا بجهد وبأمل ان شاء الله ان انا من حاصل نصيب برضه ان انا من خلاله ان انا بطالب الحكومة تنفيذ البرنامج ده. البرنامج موجود على الموقع بتاعي اللي هي حركة دعم ترشيح عادل حسن لبرلمان 2011. نشكر الأستاذ عادل حسن على التوضيح المهم، وطبعا نتمنى له التوفيق. طبعا ناخد بس الكلام من الاستاذ عادل، يا ريت نسمع له الاستاذ علي وهو احد مرشحين وخد تجربه برضه. شايف الانتخابات اتغيرت عن عصر حسني مبارك ولا ما زالت؟ طبعا ولا ما زالت لسه؟ لا اتغيرت. والماده القبليه والماده لا هو في صراع بين الاثنين، بين القبليه وبين الماده وبين الفكر ذات نفسه. الفكر على ما هو الناس مش فاهماه صحيح، واخد بالك 70% من الشعب عايز يعرف يعني ايه حريه بس مش عارف يمارس سياسه، وهي السياسه هي حريه، واخد بالك. لو عرفت يعني السياسه هتبقى تضمن رغيف عيش يكون كويس، واخد بالك. من اول رغيف العيش لغايه ما تنتقل للرفيق الاعلى يبقى انت مت بكرامه، عشت بكرامه، مت بكرامه. لو انت مارست سياسه صح شريفه نظيفه تبقى انت هتعيش حياه كريمه مرفوع الراس وإيرك كرسها من بعدك. وهي في الطريقه دي كان الحزب الوطني بيرتكز لركيزه وهي حلوه يعني جميله ونحترمه ونقدر عليها. اذا بليتم فافتكروا كان بيقولوا مع تزوير الانتخابات ازاي. الجماعات الدينية اللي هي يعني بتعلن امتلاكها للدين اكتر من احنا اصحابين الدين اللي نزل لنا جابلهم كليين سياسة، واخد بالك. راحوا كاسرين النظريه دي خالص، قالوا ايه تزول الانتخابات في الخارج في ملأ الشوارع تيجي قدام اللجن. هم ما احترموش القانون اللي وافقوا عليه في الاداريه العليا، الصمت الانتخابي 48 ساعه، وهي حريه للناخب يختار مين يحب
او من يريدها يعني، لا هم فرضوه عليهم عن طريق استخدام. هم يعرفوا يقينا جهل السياسي والانتخابي، وان الناس طالعه مش في ضميرها غير ان هي تمارس انتخابات ديمقراطيه شفافه باي وسيله. ده نظام الدستور. بس انت كان عندك في الدستور حاجتين مع انهم اثروا فيه، نعم او لا. قال لك احنا هنقول نعم يبقى انت بتساند المسيحيين، قال لك هتقول لا يبقى انت بتقول ايه؟ لا انت بتساند المسيحيين، بتقول نعم يبقى انت عايز البلد تستقر وتمشي. وده كان اسلوب خاطئ جدا، وهنعاني منه كمان 10 سنين بسبب اول ما الثوره قامت وانفضت وما نوضعش دستور جديد لمصر. صح، عشان كنا نمشي على النظام ونبقى عارفين راسنا من رجلين، وما كانش حصل التغيير ولا اي حد كان يقدر يتكلم في انتخابات وغير انتخابات. فطبعا هم حداهم منهج ديني. حداهم ايه؟ منهج ديني. هل انتوا كمسلمين او كمسيحيين، المسيحي عنده منهج ديني بعقيده وشريعه، والمسلم نفس النظام. احنا كمسلمين كليتنا كده، احنا مش حدانا خوف من الله واحنا بننام. ابن الشاهد قبل ما ننام غفله نموت واحنا مش قادنا، صح؟ احنا المطلوب ايه جنب المنهج الديني ده؟ المطلوب انك انت راجل، انت كنت بتعلم فساد سياسي تكميم الافواه، كلية رحنا انتخبنا زيد، الحكومه بتنجح بيت، صح؟ واخد بالك؟ لا مش ده لازم اللي بيقوله ولا هقوله انا ولا هتقوله غيرك، مش انت مش هتقول انت اللي منسجل. طب تمت انتخابات نظيفة ام لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل يا جماعه. كمل هذه بعد. نكمل يا جماعه.